ايه يا محمد يا رمضان اللي انت عملته ده؟ انا لسه جاي من فيلم على الزيرو، وفيلم على الزيرو ما طلعش على الزيرو. هحكي لكم. طب انا عايز اشوف راجل يهرب من اوضه العمليات. قول لهم. فيلم على الزيرو لمحمد رمضان هو الفيلم اللي بيثبت وجهة نظري في محمد رمضان نفسه، وهو انه بجد فنان موهوب، ولكن محتاج اللون يتغير. ولما اللون اتغير افلامه اتغيرت. خلينا نبدأ بالقصة. القصة تعتبر كفكرة هي من ابسط ما يكون، ولكن هنا الابداع في بساطة القصة نفسها. علاقة الاب بابنه اللي ظهرت لنا بابسط طريقة ممكنة وافضل طريقة ممكنة، المعاناة اللي بيشوفها البطل عشان ينقذ ابنه. وهنا القصة بتظهر لك جوانب كتيرة في المجتمع انت مش واخد بالك منها، واهم جانب فيه هو معنى كلمة انسان. مش لازم تكون صاحب شهادة او مركز عالي عشان تكون انسان، ومش معنى انك ممكن تكون ماشي في طريق بطال انك كده مش انسان. قصة الفيلم بينت لنا انك علشان تكون انسان ملهاش علاقة بظروفك او بالطريق اللي انت اخترت تمشيه. انسان معناها نظرة عين ممكن تتعاطف بيها مع حد بيموت، او تتعاطف بيها مع حد محتاج مهما كنت مين. فقصة الفيلم بتبين لك طبقات كتير من المجتمع، ولكن كانت نقطة التركيز على الطبقات هي فكرة الإنسانية نفسها، مش فكرة هما بيعملوا ايه في طبقاتهم الاجتماعية. بالله عليك كنا بابني سراق في المدرسة. انت عارف ابنك عنده ايه وده بقى اللي ياخدنا للأداء التمثيلي وأبطال العمل. لو رحنا لإسلام إبراهيم فصدقوني أنا ضحكت منه أكتر ما ضحكت في أعمال كوميدية موجودة في السينما حاليا، وهنتكلم على فيلم منهم بكرة إن شاء الله. ما علينا. مش شايف وشهم عامل ازاي؟ ده جسم راجل ووش حلوف. مش بغير. بعد كده لو اتكلمنا عن الفنانة جمانة مراد، فجمانة مراد رجع لنا بقوة أداء ما كانتش تمتلكها قبل كده، ودلوقتي راجع عشان تثبت وجودها في الوسط الفني. أما لو اتكلمنا على المكسرات اللي كانت على الفيلم فهم اتنين، خالد الصاوي ومحمد لطفي. خالد الصاوي الفترة ديت مرحلة المكسرات، بمعنى ان كل ما بيجي يظهر مشهد ولا اتنين بيبدع فيه، وكأنه لما بياخد دور كبير حلاوته بتجزع. فدلوقتي لما بيعمل ادوار صغيرة في اعمال كبيرة بيبقى عامل زي المكسرات اللي على الوش. حمزه برضو خير في ايه؟ لا كل خير. اما لو اتكلمنا عن محمد لطفي فصدقوني محمد لطفي في الفيلم ده مثل بعينيه اكتر ما مثل باي حاجة تانية، وبرغم دوره الصغير كان له دور كبير قوي في التأثير في فكرة القصة نفسها، وهي اظهار الانسانية. اهلا بيك في المملكه. انا ما بفكرش غير ان ازاي انقذ ابني اللي بيضيع مني قدام عيني. خلينا بقى نروح للبطلين الاساسيين، وهي نيلي كريم ومحمد رمضان. نيلي كريم باين جدا انها اكبر من محمد رمضان في السن، وده كان شيء مضايقني شويه، ولكن بعد الفيلم ما خلص خصوصا بعد انتهاء مشهد الماستر سين لنيلي كريم اتاكدت من حاجه مهمه قوي. لون الفيلم جاي من لون نيلي كريم مش من لون محمد رمضان، وخدها مني زي ما قلتها كده، لون الفيلم جاي من لون نيلي كريم في التمثيل، وكأن ليها مدرسة خاصة بيها طبعت على مدرسة محمد رمضان او اشتركت مع محمد رمضان عشان تبدع وتطلع اللون ده اللي كان محاوط الفيلم كله. ده ما اسموش رخ، اسمه قهر وفقر. فلو جيت تقول لي انت شايف مين غير نيلي كريم يعمل الفيلم هقول لك كتير جدا، ولكن اللون اللي عملته نيلي كريم للفيلم محدش غيرها هيعرف يعمله. اما بقى محمد رمضان وده حكايته حكاية. محمد رمضان كأداء تمثيلي 10/10، كظهور مشاعره وانفعالاته في المشاهد 10/10. لو جيتوا قارنتوا انفعالات محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة وقارنتوا انفعالاته في فيلم على الزيرو، هتكتشفوا ان في جعفر العمدة كان الاوفر حينما يتشكل على هيئة انسان. اما لو جيتوا شفتوا انفعالاته في فيلم على الزيرو هتكتشفوا انه متقمص الشخصية لاقصى درجة، لدرجة انك هتحس ان القصة دي حقيقية وكأنك فاتح شباك من الواقع بتتفرج على ناس بجد. محمد رمضان في الفيلم ده بعد عن كل شيء كنا بننتقده فيه، من فكرة الاكشن بتاع جاكي شان اللي كل شوية يطلع بيه مش موجود في الفيلم. طب فكرة الكليشيهات بتاعت محمد رمضان في كل اعماله برضه مش موجودة في الفيلم. محمد رمضان عمل لك دور البطل الحقيقي اللي تامر حسني معرفش يعمله في فيلم عن بطل خارق اساسا. العمليه عندكم هنا تكلف قد ايه تقريبا؟ محمد رمضان عمل البطل اللي شبهي وشبهك وشبه كل الناس، اللي بينهزم وبيطاطي للظروف عشان ينقذ اغلى حد عنده في الدنيا. تصوير الفيلم يعتبر من اهم مميزات الفيلم، والاخراج برضه يعتبر كويس لحد كبير قوي، ولكن يظل كاريزمة رمضان ونيلي كريم هما اللي طاغيين على الفيلم من اوله لاخره. ما اقدرش انكر دور جميع صناع العمل من مخرج ومصور ومعد وغيره، ولكن ارجع واقول ان كاريزمة رمضان على اللون اللي عملته نيلي كريم للفيلم
هم الفيلم نفسه. ده غير كمان علاقة الأب بابنه اللي كانت ظاهرة بشكل بسيط، وهو ده الشكل الواقعي الصح ليه. اخبار الحفلة ايه؟ كانت خبوطة على الآخر. انا مش عاوز حفلة، انا عاوز انزل معاك في اي نحتاية. إجماليا فيلم على الزيرو هو الفيلم الأفضل لمحمد رمضان، وأفضل فيلم أنا شفته في حياتي لمحمد رمضان. الفيلم بالنسبة لي ياخد تقييم 9/10، وبجد الفيلم ممتع، وانت لو عارفني هتعرف اني ما بجاملش خصوصا في حوارات محمد رمضان، ولكن لما محمد رمضان يطلع يعمل فيلم حلو بالطريقة دي لازم اطلع اقول ان الفيلم يستحق المشاهدة ويستحق انك تروح تشوفه في السينما. المهم انت قول لي متحمس تشوف الفيلم ده ولا لا، ولو كنت شفته ايه رأيك فيه؟ مستني رأيكم في التعليقات. اشوفكم الفيديو الجاي. خمسة علينا من العين، هو الشوك وتخميس.